الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كتب على جميع خلقه الفناء وكتب لنفسه البقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، باق بعد فناء كل شيء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا سيد الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فشكر الله سعيكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله من الشهداء. جميعنا نؤمن بأن الموت حقيقة كل إنسان، حقيقة نهاية كل إنسان. فالإنسان مهما طال عمره ومهما بقي في الدنيا فلا بد وأن تأتي مرحلة الموت. فلذلك قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لما نام النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت قال: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. فتذكر مصيبك بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فما حدثت مصيبة على عهد الإسلام كموت النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا بد وأن تفكر في هذه اللحظة حينما تموت أين سيكون مصيرك. روى الإمام مسلم وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال، وفي رواية الإمام مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هل أنت مستعد لهذه أم لا؟ من أحب لقاء الله، فهل تحب لقاء الله؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت السيدة عائشة: أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: لا، ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وغضبه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فلذلك لما جاء في الأثر، لما جاء ملك الموت إلى إبراهيم الخليل عليه السلام فقال له: يا ملك الموت، أرأيت خليلا يقبض روح خليله؟ فسيدنا إبراهيم هو خليل الرحمن. قال: يا ملك الموت، أرأيت خليلا يقبض روح خليله؟ فصعد ملك الموت إلى رب العزة فقال: إن إبراهيم يقول: أرأيت خليلا يقبض روح خليله؟ فقال له الملك جل جلاله: أرأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ فأنت انظر، هل تحب لقاء الله أم لا؟ الشهيد كما نعرف جميعا، كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يكفيه. الخصلة الأولى: يغفر له عند أول قطرة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويأمن من الفزع الأكبر، ويزوج ب72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهله،
ويأمن من فتنة القبر. هل هناك أفضل من ذلك؟ قيل للشهيد تمنى بعدما مات، يقول له رب العزة تمنى، أنت عايز إيه؟ قال أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيلك مرة ثانية. لماذا؟ لما رأى من النعيم في الآخرة. فالشهيد يبعث يوم القيامة كما مات، يبعث والدم ينزف منه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ويكفي الشهيد فخرا أنه توضع في حديث فيما معناه أنه توضع روحه في طائر، في حصيلة طائر، حويصلة طائر، فيغرد بها ويطوف بها في الجنة. ليس كذلك فحسب، بل إن الشهيد يكفيه فخرا أنه يأمن يوم الفزع، فالكل يفزع إلا الشهيد والمتقون. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالشهيد حينما يبعث يوم القيامة يبعث كهيئته التي مات عليه. ليس كذلك فحسب، ربنا سبحانه وتعالى يقول فما لنا من شافعين. يقول في تفسير الجلالين فما لنا من شافعين حينما يؤتى بفلان فيدخل الجنة. ما أنت دخلت الجنة، فيقول يا رب أين فلان؟ فين فلان؟ فيقال له في النار، فيقول يا رب لا تكتمل لذتي ولا فرحتي حتى أرى صاحبي معي في الجنة، نشوفه معاه في الجنة. فماذا يقول؟ فيؤتى بهذا الرجل من النار، هل لك من شافع؟ لك حد شهيد يشفع لك؟ هل لك من تقي يشفع لك؟ هل لك من حافظ للقرآن فيشفع لك؟ هل لك من كذا من كذا؟ لا. فما لنا من شافعين، فيكون الشفيع له صاحبه الذي أحبه لله في الدنيا فيدخل فيه الجنة. الكلام كثير، لكن نور نحسبه شهيد عند الله ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه جل وعلا يقول في حقهم أحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا هو الأمن الحقيقي الذي نحتاجه جميعا. الأمن الحقيقي أن تأمن في الآخرة، فالذي يأمن الشهيد والمتقون. قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره تؤمنهم الملائكة عند خروج الروح، وتؤمنهم في قبورهم وتؤنسهم الوحشة في قبورهم، وتؤمنهم يوم الفزع الأكبر، وتؤمنهم على الصراط حتى يدخلون الجنان بلا خوف ولا فزع. فما أحوجنا في هذه اللحظات أن نتذكر أن الموت ساعة، لكل إنسان منا ساعة، كلنا
سنموت، كما قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكلنا جميعا لنا أجل، كلنا جنازات مؤجلة، إذا جاءت الساعة سنرحل عن دنيانا. فلذلك قال جل وعلا: يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وكان من المنطق أن يقول يا ليتني قدمت في حياتي. يقول علماؤنا في البلاغة: يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فكأن الحياة الحقيقية لك هي بعد موتك، الحياة الأخروية. فانظر ماذا أعددت لها. نسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة وفي هذا الجمع الكثير أن يجعل نور من الشهداء. اللهم اجعله من الشهداء، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. احشره يا ربنا في زمرة الشهداء والصالحين والنبيين، إنك على ما تشاء قدير. ونسأل لنا ولأبيه الصبر والسلوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.